هي ليه إسرائيل ضربت مصر؟ وإيه اللي قالته ليلى عبد اللطيف عن الجيش المصري؟ وهل ده ليه علاقة بالموضوع؟ دعمك الجميل وتعالالي. مبدئيا كده سيبك من الاعتذار اللي قدمته إسرائيل لمصر. إسرائيل قصدها تضرب مصر، وده لسبب وجيه جدا. إسرائيل منع أي حاجة تدخل لغزة من موارد الطاقة زي البنزين والسولار، وده لأن في اعتقادهم إن حماس هتستعمل الحاجات دي وتستعيد قوتها وتضربهم تاني. بس إخواتنا السواقين اللي كانوا بيدخلوا الدعم، اللي عرفت والله أعلى وأعلم إنهم دخلوا بنزين وسولار لإخواتنا في غزة، فإسرائيل هنا قامت عاملة الحركة دي. مبدئيا كده هي ما ضربتش ضرب صريح، ضرب ما قربش على البرج اصلا، كان في حته بعيده خالص. عشان كده اللي وصل للجنود المصريين شظايا الضربه بس. اسرائيل عارفه ومتاكده ان الضربه دي لو كانت جت مباشر الموضوع ما كانش هينتهي على خير. شوف كده ليلى عبد اللطيف قالت عن الجيش المصري: سنرى خروج قوة عسكرية من الجيش المصري في مهمة عسكرية خارج الأراضي المصرية، وذلك من أجل مؤازرة دولة عربية في حدث ما، وسنسمع شعب هذه الدولة العربية يدعم ويبارك الخطوة أو المساعدة العسكرية المصرية، وصور السيسي بتكون بهذه الدولة. هل كلامها ده بيدل على ان الجيش المصري هيبقى ليه ردة فعل على الكيان الصهيوني؟ عرفوني في التعليقات.